السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله كده هنبدأ فيديو كده ايه. آه يعني انا هستفاد منه معاكم بالظبط. بس قبل ما نبدأ الفيديو لا نسمي الله كده، وان شاء الله كده ندعي لفلسطين يا رب. ندعو لهم ان شاء الله كده ربنا يا رب يعني يخفف عنهم ويلطف بيهم. يعني احنا في ايدينا الدعاء، وربنا بقى ايه هو اللي بيدبرها من عنده. ربنا يلطف بيهم يا رب. انا جبت بقى ايه واحده بقى دي، يعني انا بعمل مش محترفه بس بعمل. جبت كيلو دقيق، جبت كوبايتين ونص ميه، ذره ملح صغيره كده بقى ايه، ميه دافيه كده فتره عشان احنا في الشتاء يعني. وعجنتهم بنفس الشكل الجميل ده كده، عجين حلو كده لمده 10 دقايق كده حلو. بعدين سبتهم يريحوا، بعد كده بعد ما سبتهم يريحوا قرصتهم بالطريقه دي كده، وبرضه هسيبهم يريحوا تاني كل مرة 10 دقايق. ده عمايل وبعدين نبدأ بقى ايه. بعد ما ارتاحوا كده نبدأ نجيب الكور اللي احنا عملناها كده. هنعمل من كيلو دي 4 فطاير مشلتت. هنحط 2 صغيرين في كل واحدة فيها 2. كل واحدة صغيرة فيها 2، واحدة كبيرة الواحدة هتبقى فرد. جبت بقى زبدة على سمنة بقري، زبدة بقري وسمنة بلدي، وسيحتهم على بعض. وجبت بقى فردت كده بالطريقة دي كده وحطيت. شايفين الفقاقيع دي بتدل على ان العجينة ناجحة، عجينة كانت ناعمة زي الحرير. تحطي بقى زبدة على خفيف كده من اللي هي السايحة دي على السمنة كده، تفردي خالص من جوه لبره كده اهو. يعني انا بوريكم الفكره وانتوا بقى تكملوا. وبعدين انا بقى ايه، مش محترفه بس عملته. شايفين الشكل الجميل ده بقى كده؟ هو ده ايه الفطير المظبوط الحلو. وهوريلكم النتيجه في الاخر. اللي عاوز يعمله بنفس الشكل ده كده اهو. هنكمل بقى، خلاص خلصنا. طبقناه كده على بعضه وسبته بقى يريح تاني. وبعد كده بقى هتبططه وهتدخله الفرن. افرده بقى في الصينيه بقى، يملى الصينيه كلها كده. يعني يا جماعة ده عمايل فطير مشلتت، يعني بيتي خالص يعني، فلاحي بيتي. وكمان مش محترفة يعني. ده الحمد لله كده قوي، جميل قوي. طلع النتيجة مش متوقعة. انا بقى يعني ايه بديكم بس الفكرة اللي انا عملت بيها، وان شاء الله هيعجبكم ان شاء الله. بس رشيت بقى في الاخر كده ايه، مفيش قشطة طبعا، فرشيت حبة زبدة برضو كده بتدي وش حلو. وبعد كده هندخله الفرن بقى اهو نفس الشكل ده كده بقى اهو. شايفين بقى نفخ في الفرن ازاي؟ يبقى مظبوط ولا لا؟ يبقى محترفه ولا لا؟ يبقى محترفه بقى اهو. بعد ما طلع من الفرن شايفين بقى التوريقه بتاعته، يعني مش قادره اقول لكم على الطعم والتوريقه بتاعته. يعني مش قادره لو كنت مقصقصاه بالمقص كنتوا هتشوفوا التوريقه، كنت هعدلكم التوريقه كام طبقه، كام توريقه. لكن هو كده ايه كده بالبركه كده، جميل قوي 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 اهو. شايفين؟ والله في منتهى الجمال. انتوا بس جربوا. اللي مش يعني اللي خايفه تجرب، اللي مبتدئه تجرب وقلبها جامد ان شاء الله هيتظبط معاها وحلو. دمت 4 فطاير من كيلو دقيق اهو. واحلى اكله بقى عسل وعسل وجبنه حادقه جميله جدا، ما حصلتش ما اقولكوش بقى. لو انتوا معايا بس وتيجوا تدوقوا وتشوفوا الجمال اللي احلى اكله. بألف هنا وشفا. وإن شاء الله بقى تدعمونا بلايكاتكم الحلوة دي، واللي لسه مشتركش يشترك، ووصلونا بقى إيه ربنا يا رب يسعدكم يا رب. الشرط التاني إن شاء الله.